احنا هنا النهارده احنا في مهرجان سينمائي، مهرجان سينمائي قدر ان هو يكرمها وسط السينمائيين لانها قدرت انها تكون متميزه وسطينا. بنتابع معكم مهرجان اوسكار ايجيبت. مهرجان الاوسكار النهارده بيضم لنا ضيوف مميزين. معانا النهارده استاذه اسماء عيد، استاذه اسماء عيد خبيره التجميل. الاستاذه النهارده هتعرفنا ببدايتها، هتعرفنا بحاجات كتير عنها. عايزين النهارده نعرف كل حاجه، نعرف ازاي دخلتي المجال وليه بالذات مجال ده اللي ابدعتي فيه. وطبعا احنا شفنا ابداعك في حاجات كتير، فقررنا ان احنا نسالك وتقولي لنا البدايات جت ازاي. هي البدايات كانت هواية، أنا حابة مجال التجميل أصلا. ابتديت بقالي 8 سنين. ابتديت أخد كورسات. الأول كانت هواية وحاولت إن أنا أطبقها، وبعد كده خدت كورسات وطورت من نفسي ونجحت فيها. حباها. ده احلى حاجه، الهوايه يوم ما بتطبق بتقدر تدينا ابداع اكتر. فعلا هي الهوايه بتاعتك قدرت ان هي تبدع. احنا سمعنا ان حضرتك ان شاء الله هتبهرينا بحاجه اكتر. ممكن يكون السبق ده عندنا بس وتقولي لنا ايه الابهار الجديد اللي هتقدري تدخلي علينا بيه؟ إن شاء الله هفتح مركز قريب، هسميه مركز جنى. خليه مفاجأة بقى المكان فيه. هو بصي، هي دي مفاجأة حلوة، ونظرا ان احنا عرفنا ان دي كانت نوع من انواع الهواية، حسينا ان هيكون في ابداع اكتر. ويعني مثلا ايه اكتر مرة حسيتي ان انا المرة دي حسيت ان انا اختلفت عن كل مرة؟ امتى حسيتي الاحساس ده؟ والله لما ابتديت ان انا اشتغل والاقي نفسي لا مميزة عن غيري. وبرضو دخلت مسابقة مع دكتورة أمنية كمال قبل كده واخدت فيها مركز اول، حسيت نفسي مميزة الحمد لله. هي دي الحاجات بقى اللي احنا كنا عايزين نسمعها. احنا الحمد لله معانا حد مميز في مجاله، قدر ان هو يحصل على العديد من التكريمات، ومش في مكان واحد، لا، ومش في مجال واحد. احنا هنا النهارده احنا في مهرجان سينمائي، مهرجان سينمائي قدر ان هو يكرمها وسط السينمائيين لانها قدرت انها تكون متميزه وسطينا. فاحنا نقدر النهارده ان احنا نكون فخورين بيكي، وفي نفس الوقت نحب نسالك نقولك تحبي تقولي ايه في مهرجان الاوسكار النهارده؟ انا طبعا اتشرفت بوجودي في مهرجان اوسكار ايجيبت السينمائي، وسعيده جدا، وبتمنى ان اكون موجوده في كل دوره باذن الله مع استاذ عادل عمار. بصراحه استاذ عادل عمار يعني هو ابهرنا بان هو يجيب لنا شخصيات زي حضرتك. واحنا بقى عايزين بقى كلمه صغننه كده للمهرجان والاستاذ عادل عمار بالخصوص، تقدري تقولي له ايه؟ استاذ عادل عمار، اتمنى لك النجاح والتوفيق. انت استاذ فنان قدير وناجح، وربنا يوفقك دايما يا رب. اللهم امين. واحنا كمان سعيدين ان احنا شفناكي النهارده معانا، والمهرجان كله فرحان بيكي. وعايزه اقول لك ان احنا معانا اصلا النهارده صدى النجوم فرحان ان هو قدر ان هو يسجل مع شخصيه زي حضرتك، ونشوفك دايما في تقدم. كانت معكم دكتوره شيماء الوكيل من مهرجان الاوسكار.